كل أب وأم نفسهم طفلهم يبقى قوي واثق وشخصيته قيادية. بس الحقيقة الشخصية القيادية مش بتتكون فجأة، دي بتتبني من مواقف صغيرة جدا كل يوم. أول حاجة، سيب طفلك يختار، حتى في حاجات بسيطة زي لبسه أو اللعبة اللي هيختارها. لما يختار انت كده بتعلمه ازاي ياخد قرار. تاني حاجة، ما تعملش كل حاجة بداله، سيبه يجرب بنفسه حتى لو هيغلط أو ياخد وقت أطول، لأن كل محاولة بتبني عنده ثقة. تالت حاجة، اسمعه بجد لما يتكلم، بصله وركز معاه واسأله انت شايف ايه؟ السؤال ده بيخليه يحس ان رأيه مهم. رابع حاجة، خليه يتحمل مسؤولية حاجة صغيرة زي ترتيب لعبه أو إنهاء واجبه، ولما يخلص شجعه على المجهود مش النتيجة. قوله أنا فخور إنك حاولت، مش بس شاطر عشان نجحت. خامس حاجة، علمه إن الغلط عادي، لما يغلط ما تخوفوش، اسأله إيه اللي اتعلمته؟ كده بدل ما يخاف هيتعلم. سادس حاجة، اديله فرصة يحل مشاكله، ما تجريش تحل كل حاجة، سيبه يفكر ويجرب حتى لو الحل مش كامل، ده بيبني عنده الاعتماد على النفس. سابع حاجة، خليه يعبر عن نفسه، يسأل، يناقش، يقول رأيه من غير ما تحسسه إنه غلط، لأن القائد صوته مسموع. خليك دايماً داعم مش متحكم. في فرق كبير بين إنك توجه طفلك وإنك تتحكم في كل حاجة بيعملها. لما تدعمه أنت بتديله مساحة يجرب، يغلط ويتعلم، لكن لما تتحكم أنت بتخليه يخاف، يتردد ويستنى دايماً حد يقرر بداله. الشخصية القيادية مش بتتبني بالأوامر ولا بالعقاب، بتتبني بالثقة. لما تثق في طفلك هو كمان هيبدأ يثق في نفسه. اديله فرصة يختار حتى لو اختياره مش كامل، اديله فرصة يحاول حتى لو هيغلط، واسأله دايماً انت شايف ايه؟ السؤال ده بسيط بس بيبني جواه إحساس إن رأيه مهم. شجعه على المجهود مش بس النتيجة، وخليه يعرف إن الفشل مش نهاية لكن خطوة للتعلم. القائد مش طفل مثالي، القائد طفل جرب وغلط وتعلم وكمل. ابدأ من النهاردة وابني شخصية طفلك بهدوء وبوعي وبصبر، وما تنساش الاشتراك في القناة عشان نوصل لتربية سليمة لأطفالنا.